هاي، ازيكم يا حلوين؟ فيديو النهارده هنتكلم عن الحاجات الترند في الشتاء 2023، ايه الحاجات اللي ممكن نلبسها، ايه الالوان اللي طالعه ترندي، ايه الحاجات الجديده والحاجات القديمه اللي ظهرت فجاه. في كل الكلام ده هنقوله في فيديو النهارده، فيلا بينا نبتدي الفيديو. واول حاجه هتكلم عليها النهارده وهي الجاكيت. طبعا لازم يكون كلنا عندنا جواكت، باختلاف بقى ايه الموضه وايه مش موضه، بس السنه دي عندنا 4 صيحات موضه طالعه من الجواكت. اول حاجه وهي الكوتس اللي هي الطويله اللي ما فيهاش اي تفاصيل ولا حتى فيها زراير ولا اي حاجه، مجرد حزام بيتربط مش اكتر ولا اقل، وهتلاقوها موجوده في كل المحلات وفي كل البراندات، طالعه ترندي جدا جدا السنه دي. ممكن نلبس تحتيها البنطلون او الجيبه، بتطلع شكلها حلو جدا سواء لمحجبات او مش للمحجبات، ونربط الكوت كده بطريقه شيك. وهسيب لكم طبعا كل حاجه هتكلم عليها النهارده صورتها والكلام ده كله. تاني حاجه برضو هتلاقوها طالعه ترندي وهي الجواكت المنفوشه كده، اللي بتدينا كده تحسوا ان انتوا لو رفيعين تخنتوا في ثانيه دي، ولو انتوا تخنتوا اكتر. يا نصر اضحك انا. طالعه ترندي جدا ومكمله معانا من السنين اللي فاتت، تقريبا دي تالت او رابع سنه على التوالي تكمل معانا. وكمان طالع الجواكت او الكوتس اللي هي الطويله اللي هي فيها فرو او قماشه الدبدوب دي، اللي بتدي البنات. طبعا البنات هيفرحوا جدا بالحاجات دي لان احنا بنحب الحاجات دي جدا. طالعه ترندي جدا سواء بقى الطويله او القصيره، وحتى في اخر السنه اللي فاتت عملوا منها شبه الشميزات او القمصان، قماشه الفرو او قماشه الدبدوب. وتالت حاجه اللي هتبقى طالعه ترندي جدا وروشه قوي وهتعجبكم وهي الجاكيت الووتر بروف اللي داخل فيها كذا كلر، هتلاقوها حلوه جدا وهتلاقوها منتشره بطريقه كبيره. وتاني حاجه هتكلم عليها النهارده وطالعه ترندي جدا هي الفيست الكات. الفيست الكات موضه مكمله معانا من السنه اللي فاتت وهتبقى مكمله معانا في الشتاء ده. هي بصراحه موضه حلوه جدا. طبعا ان احنا ممكن نقدر نلبس تحتيها سواء قميص ابيض ونبينه بقى من هنا ومن ناحيه الرقبه، ونسيبه برده من تحت، يبان من تحت الفيست. هسيب لكم صور الحاجات دي كلها. ولو الجو حر قوي وانتم مش محجبات، ممكن تلبسوا تحتيها تي شيرت اوفر سايز، بتطلع شكلها حلو جدا. وتالت حاجه هتكلم عليها النهارده وهي البوكليت. البوكليت ده موضه قديمه جدا بس طالعه ترندي جدا السنه دي، وممكن كمان تلبسوا عليها سواء جيبه او بنطلون، سواء محجبات او مش محجبات، باللي انتوا حابينه، بالستايل اللي انتوا حابينه، الاثنين احلى من بعض. وممكن تلبسوا كمان عليها الشميز وتبينوا اللياقه بتاعه الشميز، حلوه قوي. وبمناسبه ان انا اتكلمت على السكيرت، فالسكيرت طالعه السنه دي موضه، سواء البنسل سكيرت اللي هي الجلد اللي هتلاقوها الضيقه دي شويه، طالعه ترندي جدا. وكمان السكيرت اللي هي الساده او النقشات الخفيفه طالعه ترندي جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان الجلد السنه دي الاسود طالع ترند بطريقه غريبه. السنه اللي فاتت كنا بنلبس البناطيل الجلد اللي هي سواء الاسود او البني، السنه دي بقى طالع موضه ان احنا نلبس الاوتفيت كله جلد. انا عارفه ان الحاجه دي كتير قوي هيستغربوها، بس هي طالعه ترندي جدا وممكن نجربها ونشوف هتعجبنا ولا لا. وخامس حاجه هتكلم عليها النهارده وهي الكارجو بانس. الكارجو بانس طالعه ترندي جدا باختلاف الالوان وباختلاف القماشات والستايلات، فطالعه شيك جدا. وهسيب لكم برده ستايلات كتير ليها، ممكن تلبسوه بكذا طريقه. وسادس حاجه بقى هتكلم عليها وهي الريش. للاسف انا مش بحب الريش، بس هو طالع ترند جدا، سواء بقى موجود على الرقبه او كمان موجود على الاساور بتاعه اللبس، فطالع ترند بطريقه غريبه جدا، سواء حتى بينه وبين الجلد او حتى الجاكيت، او بصوا حاجات كتير وستايلات طالع فيها الريش بكميه رهيبه، وانا للاسف مش بحبه، بس مش مشكله. وكمان طالع ترند السنه دي اللي هي السوت الكامله، الالوان اللي هي مثلا البلاك كلها او الكافيه كلها او حتى البينك كلها او البنفسجي، وباختلاف الالوان طالعه ترند جدا. ودي كمان شفناها السنه اللي فاتت ومكمله معانا السنه دي. وبالنسبه بقى للالوان اللي هتبقى ترندي جدا السنه دي في شتاء 2023، اللي في ناس كتير ممكن ما تحبهاش، بس انا شايفاها انها خطوه جريئه حلوه جدا، لان احنا فاهمين دايما ان الشتاء يعني الالوان الهاديه والنود والكلام ده، بس هما السنه دي هيكسروا القاعده ديت، وهيطلع عندنا الالوان الترندي المترقعه اللي هي زي الزهري اللي هي الدارك بلو، او كمان البينك يا جماعه منتشر بطريقه، البينك مش البينك العادي، البينك اللي هو الفوشيا الفاقع طالع ترندي جدا، وكمان الاورنج. وهسيب لكم كل الكولرز اللي طالعه ترندي بالنسبه للشتاء 2023. وكمان عايزه اقول لكم الالوان اللي طالعه ترندي للبوتس السنه دي هي الاسود والابيض والبني والكافيه، طالعين ترندي جدا، سواء البوتس اللي هي الضخمه اللي هي طالع منها الضخمه دي ترندي قوي، او اللي هي طبعا ايه الطويله اللي احنا متعودين عليها، بس طالع منها الضخم طالعه ترندي جدا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه الحاجات اللي عجبتكم، ايه الحاجه ما عجبتكوش، وانتظروني في الفيديو اللي جاي. باي باي.